اول خطوه هي صدق النيه. ان انا قبل ما ابطل تدخين قعدت ممكن 6 شهور او 3 شهور، يعني من 6 ل3 شهور، وانا اهيأ واستعد نفسيا ان انا مش عايز اكمل في التدخين، مش عايز ابقى انسان مدخن، مش عايز ان انا تبقى العاده دي مرتبطه بكل تصرفات وكل المواقف في حياتي. فرحت بروح ادخن، زعلت بروح ادخن، نزلت قعدت مع اصحابي لازم يبقى علبه السجاير قدام مني او الشيشه او. فقعدت فتره كبيره قبل منها اجهز نفسي واقول انا ان شاء الله ان شاء الله انا هبطل، ان شاء الله انا هبطل. وقعدت اجدد النيه دي ربما كل يوم، ان انا كنت ببص لعلبه السجاير واقول باذن الله باذن الله مش هكمل معاكي، مش هتبقى انت رفيقتي في الحياه، انا لازم ابطلك. كنت بباني او انت اللي مخلياني مش قادر احس ان انا عندي اراده. فالنية مهمة جدا 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 جدا، انك تأهل نفسك قبل منها ويبقى عندك صدق في النية انك انت فعليا عايز تبطل. لان معظم الناس اللي هي بتقول انا عايز ابطل سجاير او عايز ابطل تدخين، اي نوع من انواع التدخين، بيبقى الكلام مش من جواهم او بيبقى الكلام مش بصدق. على سبيل المثال كنت بتكلم مع واحد صديقي مدخن فبقول له انت عايز تكمل